سلام من نور الله لنفخة الروح فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الرحلة ديالنا في القراية متعة واستمتاع بالسؤال التالي: شنو هي الامكانات ديال دماغك ومناش كيتكون هاد الدماغ؟ يقدر غتقول مع راسك ايوا صافي، فاش غيفيدني نعرف هاد الدماغ مناش كيتكون بالسلامة؟ غنقول لك بالعكس، مهم بزاف، حيت تعاملاتك ونفسيتك متعلقة بهاد الدماغ. قد ما كان مربج ذاتك وحياتك كتربج، حيت الخارج انعكاس للداخل، واي حاجه اللي كانت لداخل ديالنا هي اللي كنشوفوها في المحيط ديالنا واللي داير بينا. اذا واش عارفين ان الدماغ ديالنا كينقسم لجوج نصوصه وحوايج اخرين؟ واش عارفين ان هاد جوج نصوصه ديال الدماغ منفصلين بحال الشكل ديال هاد الكركعه تماما؟ اذا قلنا الدماغ كينقسم جوج ديال النصوصه، اليمين واليسار، وإلا جاب الله وقع تالف في النص اليسار من الدماغ، فالنص الايمن من الجسم يقدر يتصاب بالشلل، والعكس صحيح. واكيد غتكونوا شفتوا حالات من هذا النوع، ويقدر يجيكم سؤال دابا: شنو جاب النص اليسار ديال الدماغ الجانب الايمن ديال الجسم؟ الجواب بسيط، تبع معايا هنايا. قلنا الدماغ كينقسم لجوج نصوصه وحوايج اخرين غنشوفوهم من بعد. هاد جوج نصوصه ملي كيوصلوا للاعصاب ديالهم للعنق كينعكسوا، النص اليمين كيحكم في الجانب الايسر ديال الجسم، والنص الايسر كيتحكم في الجانب الايمن ديال الجسم. وهنا اليد المستعمله في الانشطه اليوميه او الدراسيه، فكتكتشفوا ان بعض الاشخاص او ولادكم غوشيين، يعني كيستعملوا اليد اليسرى كل تحركاته، وكنسميو هذا بنادم غوشي. علاش؟ هذا كيكون النص الدماغ المسيطر كيحكم في الجانب المستعمل في الجسم، فكنلقاو الطفل او اي شخص غوشي كيستعمل النص الايمن من الدماغ اكثر من النص الايسر. للاسف كاين اللي كيعتبر هذا نقص عند الطفل، خصوصا حيث المعروف ان الطبيعي هو الشخص خاصو ومفروض يستعمل اليد اليمنى. كانت عندي حاله ديال واحد الطفل، تصوروا معايا، لشده الجهل طريقه عمل الدماغ تم اعتبار الطفل مريض وماشي عادي، حيت كيستعمل يدو اليسريه في الكتابه. الشيء اللي خلى الاستاذه ديالو دوز معاه العام كامل انها تحول من مستعمل اليد اليسرى الى اليد اليمنى، حيت في بالها معتقد ان خاص التلميذ يكتب باليد اليمنى ماشي اليسرى. فاللي وقع ان الطفل ضاع ليه العام، التلاميذ كيقراو وهو كيضل كيكتب الواجبات كتابيا اللي كتعطيهم ليه الاستاذ، وكتبقى مواكبه انه يولي يكتب باليد اليمنى بدل اليسرى. وإلا جينا للصح، الاشخاص اللي كيستعملوا اليد اليسرى كيكون الجانب الايمن عندهم فعال اكثر، وهو في الوظائف ديالو اكبر من النص الايسر. الشينوا اللي فاهمين هذه المساله كيربيو الطفل يكتب بكلتا اليدين، اليمنيه واليسريه، وماشي هادشي فقط، انما كيخليوهم يتعلموا ويكتبوا في نفس الوقت سطر واحد بكلتا اليدين في نفس الوقت، لان هادشي كيخلي الذكاء والابداع ديال الدماغ كينشط، لانهم كيستغلوا الدماغ كله في التعلم. داكشي علاش كنقول كاس الجهل مذاق مر، وكيخليك تعذب في اي حاجه كتعلمها، حيت جاهل تماما طريقه خدمه العقل فيها. نمشيو لواحد المساله اخرى. واحد الباحث سميتو روجر سبراي، وواحد البروفيسور معاه سميتو اورنشتاين من جامعه كاليفورنيا، داروا واحد البحث متطرق على النشاط المختلفه ديال كل نص ديال الدماغ. قالوا ان هاد النصوص بجوج متشابهين وكيخدموا بحال بحال، ومن بعد عاودوا اكتشفوا ان كل نص من نصوص ديال الدماغ ديالنا كيعالج نشاطات فكريه مختلفه بالاضافه للنشاطات الفيزيولوجيه المختلفه. هاد اورنشتاين تعمق في المساله اكثر، ومشى دار تجارب ودراسات على الطلبه، ودار واحد النوع ديال الطرابش باش يقيس الذبذبات ديال الدماغ عند بعض الطلاب ديالو. ملي كيطلب منهم يديروا انشطه عقليه مختلفه، من بين هاد الطلبه طلب منهم يجمعوا قوائم ارقام، يكتبوا رسائل رسميه، موضوعات طويله، ترتيب الاحجار الملونه، والقيام بالتحليل المنطقي، وممارسه احلام اليقظه، يعني يحلموا وهما فايقين. وشحال من واحد منا غارق فيها ما كيستافد منها غير الحلم وصافي، يعني فايق وناعس في نفس الوقت. فالنتائج ديال الدراسه ديالو كانت عجيبه جدا، واللي الملخص ديالها كالتالي: الدماغ الايسر، يعني النص الايسر ديال الدماغ، كيعالج الانشطه العقليه اللي متعلقه بالمنطق، القوائم، الخطوط، الكلمات، الارقام، التتابع والتحليل. اما الدماغ الايمن، اي النص اليمين ديال الدماغ، كيعالج الانشطه العقليه التاليه اللي هي التناغم، الالوان، تخيل، احلام اليقظه، الابعاد، ادراك المساحات، والموسيقى ايضا. واكتشف هاد اورنشتاين ان الاشخاص اللي مولفين يخدموا نص واحد من دماغهم
كانوا ما قادرينش يخدموا دوك الحوايج اللي ذكرناهم في كل جانب. يعني مثلا الا كان كيخدم فقط النص الايسر ما كيكونش قادر انه يتخيل ويشوف الالوان في عقله وزيد وزيد. فكل نص من تما عنده خصائص، فملي كنخدموا داك النص كيخدموا معاه مباشره الخصائص ديالو، وهذا الشيء اللي كيخلي الحفاظه والتعلم بصفه عامه يلقى فيها الشخص صعوبه كبيره. والاهم من داكشي كامل اللي الفوق، اكتشف أورنشتاين أن تحفيز النص الأضعف من الدماغ وتشجيعه على الخدمة بالتعاون مع النص الأقوى كيزيد من القدرة العامة ديال الدماغ والفعالية ديالو. بحال مثلا واحد عنده مشكل الحساب، يعني عنده النص الأيمن خدام أكثر من النص الأيسر. هنا ملي كنحفزو النص الأيسر باستعمال الخصائص ديال النص الأيمن كيخلي النص الأيسر يتوقد حتى هو، بحيث أننا كندخلو الألوان والتخيل والتناغم على الأرقام والتحليل. فالدماغ هنايا كيخدم كله وكيعطي نتائج احسن، وهذا الشيء غنشوفوه من بعد. فكما قلت هو اللي مصعب القرايه على الوليدات والتعلم بصفه عامه عند الكبار، حيت ملي كنخدموا النص الايمن مع النص الايسر كيرتفع مستوى الاداء بانتظام، وكتولي النتيجه ديال اي حاجه غتعلمها سنك. علاش؟ نعطيكم مثلا القراءه والكتابه والحساب هادو كلهم كيتعلقوا بالنص الايسر ديال الدماغ، وإلا دمجنا معاهم خصائص النص الايمن ديال الدماغ غتولي القرايه سهله والكتابه سهله والحساب ايضا سهل، حيت حفزنا الدماغ كله ينشط ويدردك ويخرج لينا مده قصيره النتائج اللي بغينا بلا ما نبقاو معذبين معاهم ونتشكاو ونتباكاو على النتائج اللي كنحصلوا عليهم وما عارفينش علاش، سوى اننا كنلوموا راسنا ان راسنا ثقيل مكلخ مجلج وزيد. اذا هنا كتبان اهميه نعرفوا دماغنا باش نسهلوا قرايتنا وتعلمنا، وكنكملوا الرحله في الفيديوهات الجايين بعمق على كيفاش نوظفوا النصوص ديال الدماغ ديالنا في كل تعاملاتنا اليوميه. نور وسلام لارواحكم جميعا.